عن جد ما عم بعرف اخذ نفس. مساء الخير، مساء الجمال، ومساء الاشخاص الطموحين يلي ما في شيء بالدنيا بيوقفهم عن تحقيق احلامهم. اسمحوا لي اشكر معالي وزير الاعلام على الرعايه، ورحب بممثله معالي الوزير السيده ايسار نداف، وايضا لمساعده المدير العام معالي وزير الاعلام تلفزيون لبنان السيده وفاء محفوظ. اهلا وسهلا فيكم. ترحيب خاص بالاعلاميين، لو ما منكم صوتنا ما بيوصل. شكر من القلب للاعلاميين اللي ضووا على الحفل قبل وهلا وبعد، وكل الاعلاميين ووسائل الاعلاميه الموجوده معنا اليوم بيعني لي كثير وجودكم واضافه حلوه لحفلتنا. بحب اشكر الاشخاص يلي تعبوا ونظموا. ايقوني بالجمال اللبناني كريستينا سوايا، اهلا وسهلا فيكي لموقع انا لبنان. اول شيء بدي اسالك على مشاركتك كهيد اوف جوري بالايديا اووردز لليله. هلا مشاركتي للسنه الثانيه على التوالي بصير هالحدث اللي هو International Beauty Experts Awards، واكيد تحيه لصاحبه الفكره السيده ميشلين خوند على الفكره اللي كثير حلوه ومميزه وجديده من نوعها، انه نحن بالعاده بنكرم الجميلات والجميلين، هالمره عم نكرم الاشخاص يلي هن وراء ابراز جمالنا وجمال الجميع طبعا، واكيد يلي بيستاهلوا يلي ناجحين بمجالاتهم كخبراء جمال وتجميل. اكيد تحيه لكل المكرمين الليله. والسنه الحدث شوي مميز عن السنه اللي قطعت، انه حبت السيده ميشلين خوند انه تخلي كمان الجمهور يشارك معنا باختيار الاكسبرتس، فهن اول شيء سموا الاشخاص من مختلف الفئات والمجالات، ونحن رجعنا كجوري ممبرز من كل فئه لانه كان في كذا اسم، اكيد اخترنا اللي حسيناه انه اكثر شيء بيستاهل مطابق للمواصفات، واكيد هيك نوع حدث بيعطي حافز وبيشجع كل البيوتي اكسبرتس انه يشتغلوا اكثر واكثر على حالهم ليتطوروا ويتقدموا ويعطونا احلى ما عندهم ويكونوا يستاهلوا التكريم. اكيد. على صعيد شخصي كريستينا، شو مشاريعك القادمه؟ وهيك مثل عرفنا انه في عندك اغنيه جديده يمكن على المسرح، خبرينا شوي عنها. على صعيد شخصي اكيد انا دائما بكون بالتحضير، دائما حركه دائما يعني مع كل الايفنتس اللي بكون موجوده فيهم والمشاركات المختلفه اللي عندي اياها، اكيد بضل عندي شغلي بيجي اولويه وبالدرجه الاولى، ودائما بحب اقدم الافضل لجمهوري. فهلا عم حضر اغنيه جديده كثير حلوه ومميزه لانه موضوعها جديد، لحنها كثير حلو، بموضوعها كمان في شيء شوي اذا بدك جريء بس ايجابي. ان شاء الله انه تنال اعجاب الكل. وفريق العمل اللي عم بشتغل معه فريق عمل جديد ما اشتغلت معهم بعد قبل، اول مره بيكون في تعاون معنا، ان كان الشاعر او الملحن او الموزع او حتى المخرجه اللي اكيد رح تقدمني اذا بدك بستايل جديد او قالب جديد حسب ما هي بتشوفني، وكمان تيكون مختلف عن القصص اللي انا قدمتها قبل. انا بحب اكون دائما متجدده. دائما اكيد معنا شك. هل الاكيب اللي عم يشتغل على هيدا الاغنيه هل هو اكيب لبناني ام متعدد الجنسيات؟ هلا اللهجه لهجه لبنانيه بس، وفريق العمل كله لبناني بالمبدا، بس ان الله راد ان شاء الله من بعدها بيكون عندي شيء باللهجه الخليجيه، لانه هيدا الستيب صار لي كذا سنه بقول بدي اعملها وبعد ما ثاقبت، لانه صرت سامعه عدة اغاني بس بعد ما في شيء هيك اذا بدك حسيته هالقفشه او كمشنه، لان انا اول شغله بس اسمع الغنيه بيبقى فيها شيء بكلامها وبلحنها بيجذبني، بس حس انه هيدا الانجذاب بقول خلص هيدا هي. هيدا معيار. كريستينا، مع كل الاحداث اللي عم تصير مؤخرا بالمنطقه عنا، بعده لبنان لحد هلا مثل ما مبين رغم كل التحذيرات يبشر الى حد ما بصيفيه صيفيه واعده بامتياز، وهذا عم نشوفه بالمغتربين. شو بتقولي لنا بهذا الموضوع؟ بالنسبة لي كل الأخبار اللي عم نسمعها بحسها إنها أخبار تخويفية بس حبيبي
بالنسبة للأخبار اللي عم نسمعها بحسها كلها أخبار تخويفية إذا بدك، لضرب اسم لبنان ولضرب موسم السياحة، لأنه بنلاحظ كل سنة بنوصل لهيدي الفترة بيطلعوا لنا شي خبرية لحتى يضربوا لنا الموسم. بإذن الله السنة موسم الصيف إن شاء الله بيكون مميز مثل ما نكون شايفين بهالحدث اللي هو عيبية، ويلي عن جد بعد في أشخاص مثل مدام مشلين وغيرها عم يتحمسوا إنه يعملوا هيك قصص حلوة، إيفنتات تفرجي الصورة الحلوة عن لبنان وتفرجي قد ايه لبنان كل عمره رغم كل الظروف الصعبة اللي بتقطع عليه شعبه شعب جبار وصامد وبحب الحياة ولن نستسلم أبداً. اكيد. كلمه اخيره لموقع انا لبنان كريستينا. انتوا لبنان وانا كمان لبنان، لا شك. وحبيب قلبنا لبنان، وان شاء الله يا رب نرجع بنشوف لبنان مش بس سويسرا الشرق، احلى من سويسرا الشرق بالاذن من السويسران. الاشخاص اللي حيتكرموا الليله في كثير خيارات، كان اختياري كثير صعب، بالفعل كان صعب عن جد، لانه في ناس كثير هيك قريبه، بس نقينا يلي عنده شيء مميز اكثر شوي، يلي عامل هيك ترند جديده، واكيد يلي عنده شهادات، الاكسبرتس عن جد، يلي عنده خبره، بتعرفي مجال التجميل يا بيكون تشويه يا بيكون بالفعل تجميل، فنقينا هذه المعايير اللي لها علاقه بالترتيب، اكاديميه، بالنظافه، يلي عامل شيء عن جد مميز. شو بتدعي للاشخاص اللي عندهم هيدي الموهبه واللي فعلا هيدي الكارير تبعيتهم، شو بتدعيهم وشو بتقولي لهم؟ بدي اقول لهم انه هيدا العالم كثير حلو، هيدا نحن، هيدا الشعر، هيدا القلب، هيدا والجمال هو انتيتي، هو من جوا لبرا، فخليكم هيك وانتم الحلا بلبنان. كلمه اخيره لموقع انا لبنان. بدي اقول لكم انتم حلوين كثير، موجودين بكل الايفنتات، وانتم كمان يعطيكم الف عافيه، واذا لينا هالقد حلوه ومضوايه فانتم كونتنت تبعكم هالقد حلو ومضوى. نحن بنكبر فيكم. ثانك يو. هلو. هاي، انا باتريسيا سماحه، انا من ضمن لجنه الحكم بايبيا انترناشونال بيوتي اكسبرتس اوورد. هذا الايفنت هو دليل على انه نحن شعب بده يعيش، بده الحياه، نحن شعب مميز، بس ما في هون ما وجه تحيه لجنوب واهل الجنوب الموجوع، وبدي اقول انه الله خلصنا والله يبعد بالحرب يرجعوا هالناس على بيوتهم، بس ما فينا، الحياه ما بتوقف، لانه هيدا لبنان وهيدا التميز. هيدي الجائزه هي دليل على انه في كثير ناس مميزين، والتكريم ما بينعطى الا للمميز. هون بدي اقول لمشلين خوان، برافو عليكي ميشا، يو ار هيرو، والدليل انه نحن موجودين هون، البساطين، الجمال، لينا كل العالم الموجوده لنكرم ناس عن جد بيستاهلوا من قلب الوجع عم تخلق الحياه. على ثانك يو